سيروا شباب الأمة وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل في كل مكان، تحية طيبة أزفها إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم المتجدد دائما بحضوركم وتفاعلكم، برنامج ساعة الشباب. باسمكم جميعا أرحب بزميلي الذي يصحبني في التقديم دائما وأبدا، أبو صقر، حياك الله وياك. حبيبي يا عبد الرحمن، حياك الله وحيا الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ساعة الشباب. نذكر بأننا نستقبل اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة. منتظركم عاد في الفقرة المحبوبة لدى الناس. عبد الرحمن ما يحتاج، اليوم عندنا إعداد طيب. أي ما شاء الله. الفقرة سبورت، فحياكم الله. ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى أول فقراتنا لهذه الحلقة وجلسة سمر. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام من جديد. اليوم لدينا يا ابو صقر موضوع مهم جدا يهم كل الشباب بلا استثناء، وكل شخص على هذه البسيطة، ألا وهو موضوع تحديد الأهداف. أولا، يجب على المرء دائما وأبدا أن يجعل في حياته هدفا معين يسعى خلفه، ويكون هذا شغله الشاغل في الحياة منذ أن يصحو إلى أن ينام. وتحديد الهدف بالذات هو زي ما تقول الهاجس الأكبر الذي يجعل الشاب يتقدم في حياته. عندما تصحو من النوم تصبح على هذا الهدف، وعندما تمسي على هذا الهدف، عندما تنام، عندما تقوم، يكون هذا هو شغلك الشاغل. هناك هدف كبير من خلاله تضع أهداف صغيرة للوصول إلى هذا الهدف الكبير. وهذا الأمر لا يحدث إلا عندما يحدد المرء أو يحدد الشاب هدفه الأسمى. طيب، أيضا عبد الرحمن، مما لا يخفى على العاقل، الهدف الأسمى من وجود الإنسان هو عبادة الله عز وجل. نستدل بالآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان عندما يجعل كل مساعيه وكل همه في هذه الدنيا هو إرضاء الله عز وجل، فحتما أنه هو الكسبان. الله عز وجل يقول في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المقصد أن هدفك الأول والأخير واللي تسعى له ودائما تحرص، إذا يعني حسيت أن هذا الهدف يعني بدأت تبعد عنه، تقترب وتحاول وتروح وتجي، هو عبادة الله عز وجل والقرب منه والتضرع إليه، لأنك أنت أصلا ما وجدت على هذه الدنيا إلا لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. نعم. طيب، لو جينا يعني الأمر يتضح بعكسه تماما. عندما لا يحدد المرء أهدافه، ما هي النتائج التي تحصل له؟ مباشرة يعيش في تخبط كبير، ويعيش في عدم وضوح للمسيرة التي يسير بها، ويعيش زي ما تقول بلا هوية يتصف بها، وبلا شخصية، وبلا يعني بالعربي أنت يكون وجودك في الحياة وعدمك واحد، عندما يكون ليس لديك أي هدف، سواء أهداف صغيرة أو أهداف كبيرة. فبالتالي أهمية وضع أهداف المرء لحياته تتضح بعدم وضعها. وضحت الفكرة؟ بمعنى أنه عندما لا تضع أهداف، وركز في بعض الأيام التي مثلا يكون يعني ليس لديك أي شيء تفعله في هذا اليوم، ركز في هذا اليوم تحديدا منذ أن تصحو إلى أن تنام. هل فعلت شيئا في هذا اليوم؟ فما بالك إذا كان ليس لديك هدف من الأساس.
سوف تمر عليك الأيام والشهور والسنوات وأنت لم تحقق شيئا في حياتك. طيب، لعل تذكر لنا يا أبو صقر بعضا من الأمثلة على الأهداف وتذليل الصعاب لها. خلينا نذكر إرضاء الله عز وجل مثلا. جميل، وهو الهدف الأسمى بالله. أي نعم، أنا كما ذكرتك أن الهدف الأول والأخير في هذه الدنيا هو إرضاء الله عز وجل. نعم. فنضرب مثل ونحط الصعاب مقابلة. نعم. مثلا إرضاء الله عز وجل بترك المعاصي وتحدي النفس وعدم السعي وراء الشهوات. نذكر بيت جميل هنا يقول: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. أيضا بما أن هذه البرنامج برنامج شباب، فالآن أغلب الشباب يعني يكونون في فترة دراسة. نعم. الدراسة يأتيك مثلا حاط هدف أنك تتخرج مهندس مدني نفترض، حسيت كذا في السمستر الخامس انكمش القلب في وقت الاختبارات، خلاص يعني انه باقي شوي تتخرج زي كذا، رجع الهمة، رجع العلو بالمذاكرة وعدم اللهو. رتب وقتك، خلاص انت الان على ابواب ايش؟ التخرج، فيأتيك الشيطان، تبدأ تنكسر الهمة، تضعف. لا، ابعد عن اللهو وادخل في المذاكرة بشكل جدي. نعم. خلاص، لأن أنت عندك الآن طموح تبغى توصل له، أنت الآن خطيت خطوة كبيرة جدا وباقي على أعتاب التخرج والوصول إلى الحلم عدة أشهر إن شاء الله. طيب، أيضا لدينا من الأمثلة المهمة العمل. في عملك لابد أن تكون جادا ومركزا تماما في عملك، والهدف هو أن تصل إلى أعلى المراتب، والهدف الذي يسمو إليه كافة العاملين في الشركات. طيب، لو سألتك يا أبو صقر قلت لك كيف لي أن أحدد أهدافي؟ احنا ذكرنا طبعا في بداية الحلقة أن الشغف هو بحد ذاته هدف. نعم. عندما يكون للمرء شغف يسعى خلفه، هذا هو هدف بحد ذاته، فما بالك يعني أن تحدد أهدافك وتركز عليها. طبعا لابد أن يكون شغفك وتحديد أهدافك كلها تحت مظلة واحدة، وهي رضا الله عز وجل. أكيد. هذا هو الحد الذي تحده في كافة أهدافك، ثم تنطلق في بقية حياتك. طيب، كيف لي أن أحدد أهدافي يا أبو صقر؟ تحديد الأهداف زي ما ذكرت أنها أولا يكون في إرضاء الله عز وجل. خلينا نفترض مثلا أنك تكون شاعر مبتدئ، فيها تمرير أهداف دي. أنك تكون شاعر مبتدئ ولكن هدفك مثلا أن تصبح ممن يخلدهم التاريخ. تبغى مثلا معلقة، عرفت؟ فطموحك جميل، شاعر تكتب الآن، لكن في المستقبل تطمح أنك مثلا تكون ممن خلدهم التاريخ، يذكرون مثلا عبد الرحمن برهان الشاعر الإريتري، أو مثلا ملقبين بشوقي إريتريا مثلا. عرفت؟ فيطمح في المستقبل أنه يكون مما خلده التاريخ. هذا لا بأس به، يعني طموح يعني وهمة مرتفعة جدا. أيضا نذكر بيت هنا يقول: في رحلة العمر والأيام مسرعة لا تنسى من أنت أو ما وجهة السفر. طيب، أنا عندي موضوع جميل وبسأل فيه عدة أسئلة يا عبد الرحمن. طبعا. الطموح وعدم الاستسلام. يعني أنت بعد ما تحدد هدفك وتعرفه جيدا، يجب عليك أن إيش؟ تتحلى بشخصية هذه الطموح. أنت إذا حددت الطموح تتحلى بشخصية الرجل الطموح الذي لا يعرف الاستسلام، وتبدأ تقف للعواقب. يعني ما في يا عبد الرحمن، مستحيل انك انت الان حاط لك هدف بتمشي بتلقى طريق سليم. نعم. مستحيل، بتلقى عواقب، بتلقى تدخلات من هنا بتدخل عليك امور من هنا. فانت اول ما تضع الهدف تبدأ انت تخرج الشخصية
وتتحلم مع الحلم اللي انت واضعه، بحيث انك انت تربي نفسك العواقب اللي جايه هذه، لا انا استطيع اني ازيحها واكمل طريقي. جميل. فهمت علي؟ جميل. طيب لو عرفنا الطموح، وكما ذكرنا سابقا أن التعريف أو أي مصطلح يتضح باتضاح ما هو عكسه. فالطموح هو النظر إلى الأمام وتحديد الهدف والإقدام نحو حلم أو هدف للوصول إلى غاية شريفة، وعكسه تماما هو التخاذل. والتخاذل والتقاعس وخلق الأعذار والعجز عن النهوض، بما يولد عند الإنسان موت الهمة وانعدام الطموح، فيصبح يعيش حياة خالية بالية لا معنى لها، وينظر إلى جميع من حوله وقد بلغوا ما بلغوا وهو جالس في مكانه. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بدون زاد؟ لا أحد يرضى أن يكون بين مجموعة من الناس كلهم أنجزوا في حياتهم وهو باق في مكانه. وهنا نذكر مقولة شهيرة يقولون: إن لم تتقدم فإنك تتقادم. يعني لا أحد يجلس في مكانه ولا أحد يثبت على موضعه، إما أن تتقدم وإما أن يتقدم عليك، وبالتالي أنت بتقدم الناس عليك تتأخر. طيب لعلنا أيضا نذكر بعض الأمثلة في علو الهمة، والبدء بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي قصته يا أبو صقر مع قومه حين كانوا يضعون عليه سل الجزور؟ كان أولا نبدأ بعلو الهمة، نذكر يعني بعض الأمثال البسيطة، ونبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وقصته مع قومه حينما كانوا يضعون عليه سل الجزور ويصفونه بالشاعر والساحر ويكذبون ما جاء به. وأيضا بعض من الصحابة كهمة أبو بكر في حروب الردة، وهمة بلال بن رباح في الصبر على تعذيبه ووضع الحجارة على صدره وهو يردد أحد. هنا علو الهمة. كلهم كانوا يحاربون يا عبد الرحمن ويصبرون، ولهم همة عالية وطموح سامي من أجل أن يصلون إلى الهدف، وهو رفع راية الإسلام. يعني بلال بن رباح إيش اللي خلاه يصبر على العذاب؟ إيش اللي خلاه يصبر على العذاب غير أن عنده همة، يريد أن يرفع راية الإسلام، ويريد أن يعني يوصل لدى الكفار أن الإسلام هو الدين الحقيقي. فتراه أن يضع على صدره الحجر ويعذب وهو يردد أحد 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 أحد. هذا كله من إيش؟ من أجل علو الهمة. طيب لعلك عبد الرحمن تستكمل لنا بعض الأمثلة. هناك قصة شهيرة معروفة عند الشعراء، الشاعر المقنع الكندي التي ذكرها في قومه، وهذه القصة بحد ذاتها دليل شافي وكافي ووافي على علو الهمة. يقول في بداية القصيدة أو في منتصفها، يقول: وإن الذي، طبعا هذه قصة القصيدة أنهم لاموه قومه في أنه يتدين لأجل أن يخدم قومه، فيقول: يعاتبوني في الدين قومي وإنما دوني في أشياء تكسبهم حملا. يقول في منتصف القصيدة: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. ما سبب الاختلاف؟ يقول: أراهم إلى نصري بطانا وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا. يعني هنا يقول يقول أراهم إلى نصري بطاء وإن هم دعوني إلى نصري أتيتهم شدة، بمعنى أني عندما أطلب منهم المعونة يأتونني بطاء، وإن طلبوا مني أتيت لهم مسرعا وشدا. يعني أتمنى أن يطلب مني قومي خدمة حتى ألبيها لهم من أجل سمو أخلاقه وعلو همته في نصرة إخوانه. أكمل في نفس المعنى فقال: فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا. هنا الشاعر يقصد أنه إن اغتابوني وفرت لحومهم، أي حفظت لهم في غيابهم حقهم، وإن يهدموا مجدي وإن تكلموا عني وسبوني أنا بنيت لهم مجدا. ثم ذكر البيت الشهير: ولا أحمل الحقد الكبير عليهم وليس كبير القوم من يحمل الحقد. انظر إلى علو الهمة.
ليس كبير القوم من يحمل حقدا. لذلك أنت عندما تريد أن تكون قائدا في مجموعتك لابد أن تنزع الحقد من قلبك حتى تسمو وترتفع، وأن تزيل الحقد من قلبك هذا أمر صعب جدا جدا، لا يقدر عليه إلا علية القوم. والمعروف يعني أنه لا يحمل الأحقاد إلا شخص دنيء وليست له نفس عالية، وقد نفى الشاعر هذه الصفات عن نفسه. وهذه يا أبو صقر غاية في نفس طموحي ومثل هؤلاء الأشخاص الذين لا يعرفون الاستسلام أبدا، فهدفهم واضح وطموحهم عالي. وإلى هنا أعتقد يا أبو صقر نكون قد يعني أسهبنا في هذا الموضوع بشكل كامل، الطموح وعدم الاستسلام ووضوح الأهداف. لعلنا ننتقل إلى الفقرة القادمة. طيب والله يا أخي الكلام يطول طبعا عن هذا الموضوع جدا، نعم. لكن لعل الوقت سبقنا. ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الثانية وحول العالم. طيب مشاهدينا الكرام، حياكم الله من جديد إلى ثاني فقراتنا في هذه الحلقة وحول العالم. وش عندنا دولة اليوم يا أبو صقر؟ اليوم عندنا دولة دام انتهينا من نهائي كأس العالم، لن نتكلم عن نهائي كأس العالم. عندك فقرة ربع ساعة يعني بتتكلم فيها لين ما تطفش أبو تركي. نعم. لكن خلينا ناخذ بعض من المعلومات عن الدولة التي استضافت كأس العالم. أذكر نحن عقبنا عليها يعني قبل 3 أو 4 حلقات، نعم. لكن لعلنا نرجع إليها ونعرج عليها بشكل أدق وأكثر بإذن الله. تفضل عبد الرحمن. كونها استضافت كأس العالم. طيب هي دولة عربية خليجية تقع في الشرق من شبه جزيرة العرب، تحدها المملكة العربية السعودية من الجنوب، وأيضا حدود بحرية مع دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة. تعد قطر من الدول المرتفعة الدخل التي يدعمها ثالث أكبر احتياطي نفط أو الغاز الطبيعي في العالم، وثالث 10 أكبر احتياط مؤكد من النفط. وتصنف الأمم المتحدة قطر ذات تنمية بشرية عالية جدا، إذ أنها أحد الدول العربية الأكثر تقدم في مجال التنمية البشرية. وتصنف قطر الدولة ذات أعلى دخل للفرد في العالم، وتعد أيضا قطر لاعبا رئيسيا ومؤثرا في منطقة الشرق الأوسط. وكما لا يخفى على الجميع أنها استضافت قطر كأس العالم 2022 وأصبحت أول دولة عربية تقوم بهذا الإنجاز. أيضا وصفت قطر بأنها مركز شهير للخيول وتربية الإبل. نعم. أيضا في القرن الثامن بدأت تستفيد من مواقعها الاستراتيجية والتجارية في الخليج العربي، وأصبحت مركز لتجارة اللؤلؤ. طيب بالنسبة للدستور القطري، يعني ما في عندنا شك أن الدستور القطري هو الشريعة الإسلامية، هو المصدر الرئيسي للتشريع القطري. أيضا عدد السكان يتذبذب في قطر بشكل كبير حسب الموسم، حيث أن البلد يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة. نعم. وفي أوائل عام 2017 بلغ إجمالي سكان قطر 2.6 مليون نسمة، منهم 313 ألف مواطن قطري، أي ما يعادل 12%، و2 مليون و300 ألف مليون من المغتربين، يعني 2 مليون بوينت 600 ألف. هذه نص تقريبا، نص الرياض. لا أقل بعد. الرياض الآن وصلت 8 مليون. هذه كم؟ هذه ربع الرياض، هذه كل قطر. يقول لك المواطنين القطريين 313. قبيلة ذي في إريتريا. تحس يعني تفريق والله. طيب هذا هو السبب أن المواطن القطري الواحد يعتبر الأعلى فردا ودخلا في العالم، كون أنه دولة قطر تعتبر من أعلى الدول، يعني من داخلة في ضمن أعلى 10 دول في إنتاجا للنفط، وأعلى 3 دول إنتاجا للغاز الطبيعي. فبالتالي طبيعي أن يكون متوسط دخل الفرد هو الأعلى
مقارنة ببقية متوسط الدخل في العالم. أيضا لدينا الأعمال الوافدة. الأعمال الوافدة تحديدا أبو صقر هم يعني يعتبرون من يعني الأغنى بين العمالات حول العالم، فبالتالي هي دولة عربية خليجية غنية بالموارد ومن أعلى الدول في مجال التنمية البشرية. طيب، الإسلام هو الدين المعتبر في دولة قطر، وهو الوضع الرسمي على الرغم من أنه ليس الدين الوحيد الذي يمارس في البلاد. وبلا شك أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في قطر مع الاعتماد على اللهجة القطرية. لغة الإشارة القطرية هي لغة مجتمع الصم. اللغة الإنجليزية عادة ما تستخدم كلغة ثانية، ويشاد صراحة بالمجتمع القطري أنه يعني أغلب شعبه هو من الشعب المتعلم المثقف باللغات الأخرى، وتحديدا اللغة الإنجليزية، كونه يعتبر من أعلى الدول استخداما للأعمال الوافدة حول العالم. طيب، وقد تزايد استعمالها كلغة مشتركة، أتكلم عن اللغة الإنجليزية في التجارة إلى حد أن بعض الخطوات التي قد تم اتخاذها لمحاولة الحفاظ على اللغة العربية من التعدي من اللغة الإنجليزية. يعني هم أصبحوا يحاربون انتشار اللغة الإنجليزية، ويعني من أجل الحفاظ على تاريخ اللغة العربية. فبالتالي وجود الأعمال الوافدة بشكل كبير، نتكلم عن 12% فقط من دولة قطر هم القطريين، و88% هم من الأعمال الوافدة. طبيعي جدا أن يؤثر هذا الأمر على ثقافة قطر وعلى الثقافة العربية وعلى اللغة العربية تحديدا، ولكن قطر وحكومة قطر تقوم بعمل كبير من أجل أن تثبت أركان ثقافتها في دولتها. طيب، بالنسبة للثقافة القطرية لو تلاحظ أنها ترى مشابهة للبلدان الخليجية. يعني فيها من مشابهة لثقافة الكويت، مشابهة للثقافة السعودية البحرينية، فما هي مختلفة بشكل كبير جدا. أيضا اليوم الوطني لقطر الذي يحل في 18 ديسمبر. 18 ديسمبر هو اليوم الوطني لدولة قطر. أيضا يعتبر العديد من كبار أعضاء عائلة آل ثاني الأسرة الحاكمة في قطر من جامعي الفن الإسلامي والفن المعاصر. أيضا يعتبر متحف الفن الإسلامي الذي افتتحوه في عام 2008 أحد أفضل المتاحف الموجودة في دولة قطر. يضم المتحف مجموعة من أكثر من 8000 قطعة من 3 قارات، تغطي 1400 عام، وتمثل التنوع الموجود في التراث الإسلامي. أيضا تشمل مجموعة المتحف على سيراميك وأعمال معدنية ومجوهرات ومخططات ولوحات من دول مثل مصر وإسبانيا والمغرب والهند وأخيرا دولة العراق. جميل. أيضا لدينا المتحف الثاني الأشهر في قطر، وهو متحف قطر الوطني الذي يعد من أكبر وأهم معالم قطر والشرق الأوسط، ويقع في عاصمتها الدوحة. تأسس هذا المتحف في عام 1975 وخضع لعملية تجديد كاملة في عام 2005. ويضم هذا المتحف بعض من أقدم القطع في العالم. يحتوي المتحف أيضا على مجموعة كبيرة من تاريخ الفن الإسلامي، كما يغطي المتحف تاريخ قطر منذ بدايتها الأولى وحتى يومنا هذا. يعني نقدر نقول أنه واحد من أشهر المعالم السياحية الموجودة في قطر، حيث يزورها سنويا أكثر من 1,000,000 زائر. طيب، كرة القدم يا أبو صقر هي الرياضة الأكثر شعبية في قطر من حيث اللاعبين وأيضا من حيث المتفرجين، حيث حل منتخب قطر تحت سن 20 عاما وصيفا لبطولة كأس العالم عندما خسر في المباراة النهائية أمام ألمانيا 4-0. هذا المباراة التي كانت في عام 1981، وهو يعتبر أكبر إنجاز لمنتخب قطري في البطولات العالمية. في 2 ديسمبر في عام 2010 فازت قطر بمحاولتها استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، أي كأس العالم الماضي. على الرغم أنها لم تكن مؤهلة للحصول على نهائيات الكأس العالم لكرة القدم، تم استقبال منتخب قطر في بطولة كأس العالم 2022 بحماس في منطقة الخليج العربي، حيث كانت المرة الأولى التي يتم فيها اختيار دولة في الشرق الأوسط وليس فقط كدولة عربية. وبشهادة الأغلب إن لم يكون الجميع،
نجحت قطر بتنظيم بطولة أعتقد أنها بطولة استثنائية، بطولة تاريخية، وإن لم تكن البطولة الأبرز في جميع مقارنة بجميع البطولات وجميع الاستضافات التي حصلت لبطولة كأس العالم. نعم. طيب، الحديث عن دولة قطر طويل جدا، ويعني صراحة أبو تركي الأداء اللي سووه من أجل استضافة كأس العالم يعني شيء كبير جدا. أصبحت الآن قطر هي حديث العالم كله بعد النهائي الكبير الذي سنتحدث عنه بعد الفاصل. لا تذهبوا بعيد، فاصل قصير، ابقوا معنا. أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطي رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، فهذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا. حياكم الله من جديد وإلى الفقرة المحببة للجميع وسبورت.
والله يا أخي خلاص أحس يعني اعلن وبطل أن تضعوا ميسي في مقارنة مع أي لاعب في هذا الكوكب. قفل جميع البطولات، استحق كأس استحق كأس العالم بكل جدارة، رفعها بالبشت، ويستاهل الأسطورة المخلدة ليونيل ميسي. ما أعتقد فيه حديث أو موضوع يا عبد الرحمن غير تحقيق كأس العالم للأسطورة ليونيل ميسي. أجمل ما في موضوع تحقيق ميسي لكأس العالم أنه أرغم نفوس وأنوف كافة المشككين في أفضلية ميسي على أي لاعب آخر، على أي لاعب آخر تحديدا. اللاعب الذي للأسف الشديد الإعلام هو الذي صنع هذه المقارنة كريستيانو رونالدو، إلا أنه مشجعين كريستيانو رونالدو تحديدا إما أن تجدهم بين غائب عن الساحة أو بين خاضع ومبارك ومهنئ للأسطورة ليونيل ميسي كونه أصبح رسميا أفضل لاعب في التاريخ. وأنا هنا لدي إشكالية بسيطة، يعني ميسي لم يكن ينقصه كأس العالم حتى يثبت أفضليته على أي لاعب آخر، ولكن هذا الإعلام هو الذي صنع هذه الثغرة التي ليست ثغرة بالأساس، لأنه يعني ليس من منطقي أن تحدد بطولة مدتها شهر، وهذه البطولة وصلها ميسي مرتين. يعني لو على سبيل المثال لو كان خسر هذا النهائي، ليس من المنطقي أن تحدد يعني أفضلية ميسي على غيره من اللاعبين بمباراة واحدة ومباراتين كل واحد منها 90 دقيقة 90 دقيقة. هذا أمر عار على المنطق وبعيد تماما عن الصحة، لكن ميسي أبى إلا أن يثبت أنه الأفضل، وإن كانت هذه الثغرة التي هي ليست ثغرة من الأساس سدها، ونقدر نقول قفل احتفل. أغلق والله أغلق جميع التوقعات، أغلق جميع المنافسات. خلاص يعني دخل التاريخ منذ فترة، الآن يختار عاد أين يجلس على هامش التاريخ. يعني حديث عن المباراة، يعني كان الضغط صراحة للمنتخب الأرجنتيني والفرنسي. يعني الشوط الأول ما في كلام، الشوط الأول كانت أرجنتينية بحتة في خلال استعجال المدرب في وجهة نظري بالمدرب الأرجنتيني أنه يعني زي ما تقول زوال نظام المباراة، عرفت، وطلع دي ماريا. طلع دي ماريا اشتغل المنتخب الفرنسي هنا. يعني أنا ما سبحان الله مبابي تحس معه مسطرة في رجله. يعني بغض النظر الهدف الأول البعض والكثير يقولون أصلا ما هو بلنتي، والبعض الثاني يقول لا بلنتي، وهدف بلنتي ميسي الأول لدي ماريا يقول لا اللاعب تخابث ما تخابث إلى آخره. لكن سجل الهدف الأول، الهدف الثاني أنت بتلاحظ كيف نزل مبابي كذا، كانت يعني تحس انها مسطرة ما في كلام. ارعب مشجعين الارجنتين خلال 10 دقائق ولا قلب المباراة من وإلى انفجر. لكن في الاخير ابت الا انها تخضع. انا هذا اللي كان ودي تقوله، يعني مبابي وين جاب هاتريك، لكن الهاتريك هذا يعني ما منها اي فائدة كونه الا انه اصبح هداف بطولة كأس العالم، هداف البطولة، واستلم جائزة الذهبي. وانا صراحة يعني لا الوم ابدا مدرب الارجنتين سكالوني على تبديله دي ماريا، الا اني الومه على ادخال هذا اللاعب كونا بديل دي ماريا، لانه بهذا التبديل قتل تماما الجهة اليسرى التي كان يعني دي ماريا حرفيا كان مجننهم في ذيك الجهة. يعني اكثر الهجمات اذا لم تكن كلها في بداية الشوط الأول ومنتصفه كانت عن طريق دي ماريا. لكن طبيعي هذا التبديل كونه متقدم 2-0، ولكن الخطأ أنه ما جدد في اللاعبين الوسط هو بنفسه. يعني لو تلاحظ هذا الثاني حق مبابي اللي تقول عنه أنه جابه من الجنب، كيف بدأ الهدف؟ بدأ الهدف أنه ميسي أخذ الكرة واتجه إلى يسار الملعب، لكن كومان كان أسرع منه
قطع الكرة في هذه اللحظة. لو تشوف المساحة الخالية في منطقة الوسط كانت يعني مفجعة جدا. كان المفروض في هذه اللحظة تحديدا لاعب يضغط على كومان ولاعب آخر يغطي مناطق التمرير، وخصوصا لاعب مثل امبابي كان يعني مرتاح تماما في وسط الملعب أو في منطقة 18، استلم الكرة سلمها لكومان اتجاه نحو الباب، انهاء اسطوري. هذا الهدف هو الذي اعاد منتخب فرنسا. اعتقد انه في نهايه الشوط الاول فشل سكالوني في التبديلات ونجح ديدي ديشامب عندما اخرج. طبعا ديشامب يعني تبديلاته كانت مبكره جدا، الا انه اتت بثمارها في نهايه الشوط الثاني، هدفان في 3 دقائق اعاد منتخب فرنسا. طيب بشكل عام ايا كان بطل كاس العالم فهو كان يستحقها، سواء كانت فرنسا التي فازت فهي تستحقها بخصوص يعني او الارجنتين، الا انه اخيرا كرة القدم تعدل في اعطائها حق ليونيل ميسي. او انا اعتقد انها تاخرت كثيرا، يعني كان المفروض انه ليونيل ميسي كان هو صاحب كاس العالم في عام 2014، الا انه الحظ التعيس وضياع الهجمات من اللاعب الشهير هيغوايين، إلا أنه هذه المرة خضعت لليونيل ميسي. طيب ما توقعاتك يا أبو صقر لمستقبل ليونيل ميسي سواء مع المنتخب الأرجنتيني أو مع الأندية؟ صدمت، انفجعت بعد تصريح يوم حصل الكاس، كلام من الحماس الله يسعده. قال لا نعتزل دوليا. عجيب. اي فشكله من قوة الحماس الله يجزاه خير بدأ يصرح بأشياء. الرجال خلص 35 أحس شرفنا يعني، عرفت؟ حقق الكأس وحقق كل شيء يبغاه، فيريح يعني ما قصر، خلاه يختم مشواره الوطني بتحقيق كأس العالم يعني. أنا أعتقد أنه يعني سيواصل في باريس، وإذا واصل في باريس احتمال والله أعلم أن باريس السنة هذه سيكون مختلف جدا يعني. الأبطال أعتقد أنها حسمت يعني من الآن. عجيب. أي والله أشوف مرعب الفريق، مرعب. وميسي فريق واحد ونيمو نيبو نيمو. أي ميسي أي امبابي نيبو، يعني شايف الثلاثي كيف؟ إيه مرعب. إيه صراحة، خصوصا اللاعب نيمار يعني أنا أعتقد أنه حجر الأساس في فريق باريس سان جيرمان. لكن كانت أيام جميلة يا أبو صقر صراحة. الواحد ما يدري شلون بدأ كأس العالم. مملة بدون كأس العالم. بدون مين؟ بدون كأس العالم، بدون مباريات بشكل عام. لكن كأس العالم كان ماكل علينا الأجواء كما شاء. الآن بدون كأس العالم مملة الأجواء جدا. مملة الأجواء. ننتظر كم سنة الآن؟ 4 3 سنوات. لا أذكر يا أبو صقر، لا أذكر هناك كأس عالم الجميع بلا استثناء، صغارا كبارا رجالا نساء أطفالا شيوخا، الكل بلا استثناء يعني يراقب هذه البطولة. يعني أمر غريب جدا. تسويق قطر لكأس العالم هذه السنة كان فريد جدا من نوعه. يعني أعتقد أنه إذا لم تكن، أنا ذكرت لك قلت إذا ما كانت الأبرز فهي بالراحة توب 2 توب 3 أفضل من استضاف كأس العالم في بلاده وأفضل نسخة لكأس العالم. والله يا أخي من هذا المنبر احنا نشكر دولة قطر على هذا التنظيم الرائع والجميل جدا. ما قصروا صراحة، كانوا يعني خير مستقبلين خير مستضيفين لهذا الكأس الكبير جدا. وأنا يعني التمست أمر جميل في الحفل وقت تسليم الكأس، عندما أعلن وزير الرياضة الفرنسي بأن منتخب فرنسا إذا فاز سيرفع علم المثليين، نسأل الله السلامة والعافية. فرد عليهم أمير دولة قطر بإلباس الأسطورة ليونيل ميسي البشت ليعزز القيم الإسلامية والتراث الخليجي ويظهره له أمام العالم بأن الأرجنتين فازت ورفعنا البشت الذي يدل على القيم الإسلامية والتراث الخليجي. فهذه نقطة صراحة يعني تحسب لدولة قطر،
والحمد لله عز وجل أن ربي ما كتب لفرنسا أنها تفوز من أجل أنهم لا يرفعون هذا العلم. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. نعم. وبدورنا نحن هنا يعني نشكر المنتخب القطري على الاستضافة التاريخية لكأس العالم، حيث بدأها بقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إلى آخر الآية، وختاما بالثقافة وإبراز الهوية القطرية والهوية العربية بإلباس ليونيل ميسي للبشت العربي وتتويجه لتكون هذه الصورة ثابتة وخالدة في تاريخ مشاركات كأس العالم. عندما ننظر إلى أن ليونيل ميسي أحضر كأس العالم إلى بلاده، سوف ننظر إلى البشت وسوف نتذكر مباشرة أن قطر هي من استضافة كأس العالم. لكن في الجانب المقابل يا أبو صقر، حدثني عن شعور اللاعب كريستيانو رونالدو. ونحن هنا لسنا في صدد الشماتة، إنما يعني هل تعتقد بوجهة نظرك أنه فوز ميسي بكأس العالم سوف يشكل ضغط فوق الضغط اللي موجود على كريستيانو رونالدو، أما أنه نقدر نقول أنه خلاص يعني نقدر نقول الظرف الميت حرام، لن يتغير أي شيء كون كريستيانو يعيش أسوأ سنواته المهنية؟ والله أعلم من شدة الضغط الذي يمر على كريستيانو احتمال يوقع مع نادي النصر. سمعت يا أبو تركي أقول لك من شدة الضغط اللي يمر على كريستيانو احتمال يوقع مع نادي النصر. أنا شفت تغريدة أعتقد واحدة من أخواتها يوم قالت منزل صورة ميسي أتوقع، وقاعدة تقول أن هذه أسوأ كأس عالم شافتها عيني. ليش؟ أخوها كريستيانو طلع مبكرا، حلو، فاز المنافس الأكبر لأخوها ميسي واحتفل، وغير كذا يعني كريستيانو رونالدو أعتقد أنه سيعتزل دوليا، أنه هذا آخر كأس عالم سيقوده هو نفسه للمنتخب البرتغالي. فضغوطات كثيرة تمر على اللاعب كريستيانو رونالدو، وأنا صراحة يعني أبو تركي خلينا نكون منصفين. يعني بغض النظر أن تميل إلى من، إلى ميسي ولا كريستيانو، لكن يؤسفنا أن تكون يعني نهاية لاعب أسطورة كبير جدا كريستيانو رونالدو بهذا الشكل. فأنا أشوف أن الحل السليم العودة إلى نادي ريال مدريد. أنا قاعد أشوفه يلمح يتمرن في النادي إنه وقعوا معي ترى عرفتها. فالحل السليم هو عودة كريستيانو رونالدو إلى نادي ريال مدريد ومع المنظومة، عندك كريم بنزيما، فينيسيوس، مودريتش والشباب، فبتكون أجواء شبابية. نعم. فهو يعني ما يكون يخش معاهم في الأجواء الشبابية هذه ويحقق معهم الأبطال. يعني تتكلم عن نادي ريال مدريد، نادي قوي جدا جميل، وكتيبته قوية جدا ودكته قوية تساعد كريستيانو رونالدو على أنه يصل إلى هدفه وينهي مسيرته في نادي كبير وبحصاد من البطولات كبيرة جدا. ماذا رأيك أنت عبد الرحمن؟ والله أنا رأيي أن حان الوقت لكريستيانو رونالدو أن يودع كرة القدم تماما. على الأقل موسمين ماكسيموم، بعد كذا خلاص نقول شكرا لك، احترم تاريخك. يعني إلى وين ناوي توصل؟ يعني كأس العالم 2026 ناوي تشرفنا كمان، خلاص يعني كريستيانو رونالدو يعطيك العافية ما قصرت. عندك أنت 5 كرات ذهبية، عندك 5 تشامبيونز ليج، عندك سجل كبير من الأهداف، سجل كبير من الصناعة، سجل كبير من البطولات. احترم هذا التاريخ واعتزل حتى يذكرك الناس بأنك اعتزلت، أو أنك تراهن على أنك سوف تحقق بطولة دولية كبيرة في بلادك أو تحقق بطولة كبيرة لناديك ومن ثم تعتزل. هذا يعني رهان قد يفشل وقد يكسب، لأنك أنت كل ما طالت سنواتك في الفشل كل ما تذكر الناس هذه السنوات ومقارنوها بسنوات النجاح وأثرت هذه على هذه. والله صراحة يا أبو صقر يعني أنا كوني مشجع ليونيل ميسي وبرشلونة وأندية أخرى يعني أشعر
وأنا أتحدث بلسان كثير من المشجعين أننا تشبعنا كرويا، تشبعنا بطولات. يعني نقدر نقول المشجع البرشلوني والمشجع الذي يعني الأرجنتيني قدام 5 سنوات ما عنده مشكلة أي فريق يشجع ما يجيب ولا بطولة. هي بس لا تشغلونا بتطبلونا الميسي لا إلى 5-6 سنوات، ما فاضيين احنا. يعني كلمة تطبيل قليلة في اللي راح يحصل خلال السنوات القادمة. والله كلمة تطبيل أنا يعني بوجهة نظري ما راح تكون كافية أبدا. راح يتم الاحتفال بهذا الإنجاز العظيم، مو أقول لك إلى كأس العالم الجاي، لا يعني تحس إلى الأبد. شفت مارادونا يوم جاب كأس العالم كيف الموضوع مستمر إلى هذه اللحظة. الآن توقف الموضوع، مارادونا وقف هذه السلسلة وبدأت سلسلة الاحتفال بإنجاز ليونيل ميسي وإنجاز المنتخب الأرجنتيني. ألف مبروك لكافة الجماهير الأرجنتينية، ألف مبروك لكافة الجماهير المساوية، ألف مبروك لكافة الجماهير البرشلونية. أبو صقر، كلمة أخيرة توجهها إلى اللاعب الأعظم في التاريخ ليونيل ميسي. والله يا أخي ألف مبروك نقول له. نعم. ونقفل على كذا، بتشغلونا 10 سنوات قدام. هذا زي ما انتم شايفين شبيحة ميسي المطبلين عاد الله. لا مو شبيحة، أنصف. والله يا أخي قلنا لك أسطورة ويستاهل كأس العالم. إيه. والأفضل في التاريخ. الأفضل بالتاريخ عندك. أنا بالنسبة لي يعني في أساطير مرت قبله كثير جدا. أعظم من لمس كرة القدم. أعظم من لمس كرة القدم، وين بيليه وين رونالدينو. المهم الحديث في هذا يطول جدا. نشكر الأستاذ عبد الرحمن برهان على التقديم الرائع. شكرا لك عبد الرحمن. الشكر موصول لك يا أبو صقر على هذه الحلقة الجميلة. المشجعين في كافة أنحاء العالم يعيشون أفضل أيام حياتهم. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الجميلة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في نفس التوقيت من الأسبوع القادم إن شاء الله. انتظرونا إلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا لينوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.